أصل الحكاية بقول فيها فعلا أصل الحكاية من 60 سنة، وإيه اللي وصلنا للمرحلة اللي احنا فيها دي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصل الحكاية الغرب خد مننا حلاوة الدين، وفيه بلاد ما عندهاش ملة ولا دين، علشان يحكمونا ويقدروا يسيطروا علينا شوهوا الدين، والكذب والتخلف بقى صفة للمصريين. ليبرالي علماني يساري تكلمه يقعد يفن، تجيب له سيرة الدين يركبوا قرد وجن، يعملوا فتنة وكارثة باسم الدين، والديانة في البطاقة مسلم من غير دين، ودخلونا في دوامة الليبرالية والعلمانية، واليهود سنة سنة يحتلوا الأمة العربية. والغرب قال إسلام، إرهاب، أسلحة نووية، دخلوا وخربوا وبهدلوا في الدول العربية، وقسموا طبعا عروبة أكذوبة بعدتنا عن الدين. والمؤمن بكامب ديفيد حط راسنا في الطين، والمخلوع بعدنا عن الدين ونسانا فلسطين، ومشينا بجبننا جنب الحيط مسالمين، ومشينا بجبننا جنب الحيط مسالمين. يا دولة الظلم غوري كفاية متشكرين. اليهود حرمونا من أولى القبلتين، ليبرالي علماني يساري ضحكوا عليه بالحرية، قالوا له حررها من الدين والتخلف والعبودية. ومن يوم ما عروا المرة جابوا المجتمع كله ورا، البناطيل حزقوها وسقطوها، والبلوزة رفعوها وقصروها، والشباب خدروها وبرشموها، بعدونا عن الدين علشان اليهود ياخدوها. واتخلفت أمة على إيد 3، أمة اتخلفت على إيد 3، عسكري بنفوذ ومعاه سيادة، وترزي قانون، ترزي قانون لبس له البيادة، وتابع إعلامي باع أهله وناسه، باع أهله وناسه، عارف الحقيقة وضلنا علشان كاسه. حكمونا اللي ما يعرفوش ربنا، ودعينا وقلنا يا رب ولي من يصلح حالنا، واستلمها بالصندوق خربانة عدمانة، لا فيها سياسة ولا حتى أمانة. وكالعادة ورقة الدين تخللهم الدنيا تاتا تاتا، ورقة الدين اللي طول عمرهم فيها معايا، ورقة الدين تخللهم الدنيا تاتا تاتا، واللي تحايلنا عليهم يتفقوا على واحد، اتلموا كلهم واتفقوا ضد واحد، واللي كانوا أصلا للثورة معارضين بقوا معاهم ضد الإخوان المسلمين. والنائب العام، النائب العام كان ناظر العزبة والتكية والأبعدية، خرج الحرامي والسفاح وفلوسنا معاهم هدية، حاجة ببلاش كده، غصب عنه خد قرارات سيادية تحمينا من محكمة تهاني الدستورية، فحسوا إنها هتقب وهم عاوزينها الطب، ولسانهم شغال لبلب 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 كالعادة.
ولسانهم شغال لبلب لبلب. فيهم اللي كان تابع، وفيهم اللي كان بايع، وفيهم اللي كان للكوسة زارع. سنتين وهم جوه الكدر. لو فيه دستور هيبقوا كسر، مش هيبقى لهم اي لازمه. هنشوفهم فين تاني؟ ما هم هيصين. لو فيه دستور هيبقوا كسر، واتلموا وعملوا جبهة خراب وطني، واتلموا وعملوا جبهة خراب وطني خسيسة مش كريمة.